الكثير لما يسافر مدينة أخرى يبغى يستأجر فندق، يروح بعد الفجر عشان يطلع اليوم الثاني العصر، يصير معك يوم ونص، على أساس أنه يبغى يوفر ويكسب اليوم ونص هذه، وهو في الأساس يعتبر ما كسب شيء، بل أنه أتعب نفسه ودفع زيادة. مثلا أنت بتاخذ شقة بعد الفجر ب500 ريال، معك يوم ونص إلى اليوم الثاني العصر، مع العلم أنه إذا أخذتها قبل الفجر يوم قديم بتاخذها ممكن ب300 ريال. هذا الشيء الأول، يعني يصير إنك ما وفرت كثير. الشيء الأهم إنك بعد الفجر ما تلقى فنادق أو ما تشوف الفنادق الكويسة، تقعد تدور مع الشمس ذي وتتعب نفسك وتتعب أهلك، وبالأخير تاخذ فندق غالي. لكن في الليل اللمبات تبين لك كل الفنادق، ممكن تشوف في الشارع الواحد 3 4 فنادق في النهار في الصباح، لكن في الليل ممكن تشوف بنفس الشارع 10 فنادق. فالفنادق منورة عادة في الليل، فما أنصحكم تروحوا بعد الفجر تستأجروا. روح في الليل وخذ يوم قديم بسعر أرخص وتكسب يوم تمشية. يعني أنت اللي إذا جيت في الليل واستأجرت في الليل تروح تريح وتنزل أغراضك وترجع تتمشى لين الصباح، فتكسب وقت وتكسب راحة وترتاح في كل المناحي المادية والنفسية. والأفضل من ذلك ماديا والله أرخص إنك تأخذ يوم قديم تدور الفندق اللي تبغاه على مزاج. أنا أعطيكم هذه النصيحة بناء على تجربتي بالفنادق، أنا اشتغلت فترة طويلة فيها وأعرف إيش الأصلح لكم. والشيء الثاني أعطيكم تجربتي أنا كنزيل، يعني كضيف للفنادق، أروح مدينة ثانية مثلا، فأشوف أنه الأفضل لي كزائر أني أستأجر في الليل، في أي وقت في الليل، مو شرط قبل الفجر، أحسن من بعد الفجر.